مش هينفع اضيع الفرصة دي. كالورين، ناوية تعملي ايه؟ انتي عارفة انا مش بقدر امسك نفسي. بقول لكم يا بنات، في ريحة وحشة جاية من ناحيتكم، حقيقي تقرف قوي، انا حسيت بيها من هنا، يا ريت تستخدموا اي معطر. بتحبي تضايقيهم يا كالورين طول الوقت. دي تسلايتي في المدرسة معروفة يعني. بس انتي كده في يوم هتتسببي في مشكلة مع المدرسين. المدرسين مش هيقدروا يعملوا حاجة، أنا أشهر بنت هنا، ولو عايزة أطلب من أهلي يستخدموا نفوذهم ويرفضوا أي مدرس من المدرسة هيعملوا كده. ممكن أتكلم معاكي شوية يا كالورين؟ أكيد طبعا يا ميس، اتفضلي. عايزاكي تبطلي تضايقي زمايلك في المدرسة. البنات بيقولوا إنهم بيحسوا بحزن كبير كل ما تقولي لهم حاجة وحشة عنهم. اللي بتعمليه ده غلط يا بنتي. ما تصدقيش يا ميس، كل حاجة بيقولوها البنات. كالورين، في طلبة كتير بيشتكوا منك، بجد لازم توقفي اللي بتعمليه ده. بسرعة كده العصافير راحت تحكي للمدرسة. قلتلك ممكن تدخلي في مشكلة. ولا يهمني، محدش أصلا يقدر يوقفني عن اللي أنا بعمله. الضحية الجديدة اهي، نرد المدرسة وصاحبتها، خليني اروح اسلم عليهم. انتي اسمك ايه؟ عايزة ايه يا كارولين؟ بسلم عليكي، انتي جديدة في المدرسة وانا بحب اكون لطيفة جدا مع الجداد. اكيد تقصدي تضايقيهم. معاكي حق، مستحيل مضايقكيش، جديدة متبناة وقبيحة، يعني اسباب كفاية تخليني استمتع وانا بضايقك. سيبي صاحبتي بحالها، كفاية بقى كلامك ده. انا بس صريحة، وصاحبتك مش محتاجة حد يدافع عنها، المفروض تدافع هي عن نفسها. سيبيني في حالي، روحي شوفي حاجة مفيدة تعمليها. مضايقتك مسلية بالنسبة لي. تعرفي يا كارولين، البنات اللي زيك عقلهم صغير جدا لدرجة انهم مش لاقيين اي حاجة غير مضايقة الناس، بالنسبة لهم دي تسلية. مش من مصلحتك تتكلمي معايا كده يا رنا. بقولك ايه يا كالورين، احسن حاجة ان احنا نروح الفصل، احنا كده متأخرين. ايوه بس ده مش هينتهي هنا. هنا هيكون كابوسك في المدرسة دي، انتي لسه ما شفتيش اي حاجة. صباح الخير يا كريم. كنتي بتندهي عليا من شوية، كنتي محتاجة حاجة؟ ايوه فعلا، اصلا انا كنت عايزة اديك نصيحة. بس أنا مش محتاج منك أي نصيحة. برضه هقولها، المفروض تغير تسريحة شعرك، شكلها بصراحة كده مش تمام. بس هي عجباني، مش محتاج رأيك. ماشي، بصراحة بتناسب شخصيتك، عشان كده بيسموك مشاغب المدرسة، دايما عندك مشاكل مش كده؟ ده ما يخصكيش. أنا بس بحب أشوف المدرسين وهم دايما بيزعقولك كل شوية، وبالأخص لما يبعتوك لمكتب المدير. بقولك ايه، ما عنديش وقت ليكي، روحي ذاكري للامتحانات بدل ما تضطري تشتري درجاتك. هاي يا بنات، ازيكم؟ بتكلمنا احنا؟ اكيد بكلمكم، هنا مفيش حد غيرنا. نعم، محتاج حاجة؟ الموضوع بخصوص كارولين. اكيد طبعا، هي اللي بعتتك هنا عشان تضايقنا مش كده؟ لا طبعا، انا هنا عشان اعرض اقتراح على رنا. اقتراح عن ايه؟ اننا نتحد ضد كالورين. البنت دي محتاجة تتعلم الادب بجد علشان تبطل تضايق الناس. يعني بتقترح اننا ننتقم منها؟
بالظبط كده، هو ده العدل. هي بتتسلى على حسابنا كلنا، انا وانتي وغيرنا، ومحدش عنده الجرأة يوقفها. علشان كده بقترح عليك ان احنا نعلمها درس عمرها ما هتنساه. فكرة مش وحشة. كالورين لازم تتعلم الادب. بس لو اتقفشنا مش عايزة نتعاقب. انا معروف في المدرسة ان انا مشاغب، بس اوعدك لو حصل اي مشكلة انا اللي هتحمل المسؤولية، انتي مش هتتأذي خالص. ماشي تمام، موافقة. كويس جدا، من النهاردة احنا هنكون ظل كالورين. ماما ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، يومك كان عامل ايه في المدرسة؟ كله تمام. هو بابا فين؟ لسه مرجعش، بيقولوا ان هو مضطر يشتغل شوية زيادة علشان كده هيجي متأخر. ممكن اطلب اذن؟ إذن الايه يا رنا؟ صاحبتي عزمتني نروح ناكل ايس كريم، ممكن اروح معاها ارجوكي؟ ايوه بس انا مش بحبكم تخرجوا لوحدكم. هنرجع بدري انا بوعدك. ماشي، بس خلي بالك من نفسك وما تتكلميش مع حد غريب، انتي عارفة القواعد. شكرا يا ماما، بوعدك ان انا هرجع بدري. كله تمام يا رنا؟ عارفه ان ماما مش بتحب نخرج لوحدنا، بس قلت لها اني رايحه معاكي ووعدتها ان احنا هنرجع بدري. طيب ماشي، مش هنتأخر فعلا، يلا بينا نمشي. كنت فاكر انكم مش هتيجوا. اكيد كنا جايين بس مش قادره اتاخر. الموضوع بسيط بس هياخد شوية وقت. ممكن نعرف الخطة؟ هنروح بيت كالورين. ايه، انت بتهزر؟ لا مش بهزر، عايزين نروح نراقبها ونتجسس عليها، عايزين نشوف حاجة نفضحها بيها قدام المدرسة كلها. ازاي؟ طب ولو اتكشفنا؟ هنكون حريصين جدا، ما تخافيش، يلا بينا. ياه، ده البيت ضخم جدا. مش بس البيت ده، عندهم بيوت كتيرة على البحر كمان. شكل عيلتها غنية جدا. وعشان كده مش غريبة ان هي شايفة نفسها فوق الناس. وعاملة انها فوق القانون. بس احنا هنثبت لها ان ده مش حقيقي. أتمنى محدش يجي يمسكنا. البيت فاضي، اكيد اهلها مسافرين او في الشغل. بقالها كتير بتسرح شعرها، مش هنلاقي حاجة كده. اصبري شوية يا سما. دي بتشيل المكياج بتاعها، شفتوا؟ خلينا نشوف شكلها من غير مكياج. هي دي اللحظة، أنا لازم أخدها كم صورة عشان أعرضها في المدرسة. أنا هخليها تندم على كل حاجة عملتها فينا. انا مش مرتاحة اني كدبت على ماما. عارفة، بس لو كنت قلت لها الحقيقة أكيد ما كانتش هتوافق. معاكي حق يا سما. يمكن، بس لو الصور تخليها تبطل تنمر الموضوع هيبقى يستاهل. عندك حق، بكرة نشوف رد فعل المدرسة لما يشوفوا الصور. ليه كل الناس بتضحك؟ ايه اللي بيحصل؟
بيضحكوا علشان ده، بصي بنفسك. مين اللي عمل كده؟ مين اللي صورني بالطريقة دي؟ الصور جاية من رقم مجهول. أكيد أنت اللي عملت كده، بس أنا مش هعديها لك، هتشوف اللي هيحصل لك. وانتوا كمان معايا، ده أنا هدفعكم تمن اللي انتوا عملتوه ده. أظن نجحنا. أيوة فعلا شكلها مش طايقة الناس وهي بتضحك عليها. لكن أكيد هتفكر في الانتقام، لازم نبقى حذرين جدا. أنا متأكدة إن هم السبب في اللي حصل ده، وهم اللي أخدوا الصور دي ونشروها. واضح إن هم بيحاولوا يردوا على كل اللي انتي كنتي بتعمليه فيهم. لو هم فاكرين إن هم هيقدروا يوقفوني بالطريقة دي، يبقوا أكيد واهمين. انتوا اللي عملتوا كده معايا، صح؟ فاكرين إنكم هتحرجوني قدام المدرسة. احنا مش عايزين حاجة غير انك تبطلي تنمر. وانتي فاكرة بقى إن أنا هوقف اللي أنا بعمله؟ دي أكتر حاجة بعملها وأنا مبسوطة وسعيدة. بتكوني سعيدة وانتي بتأذي مشاعر غيرك، انتي اكيد مريضة مش طبيعية. أنا مش هزعل منك، عارفة ليه؟ لأن انتي بنت متبنية قبيحة، فعادي يعني، مش زعلانة منك. كالورين بطلي بقى أحسن لك، انتي مش عارفة أنا ممكن أعمل فيكي إيه. لا بجد تصدق أنا خايفة قوي، هموت من الرعب. طيب استعدي بقى للي هيحصل لك. في ايه اللي بيحصل هنا؟ مفيش حاجة يستمع، يلا بينا نمشي من هنا. يلا لازم نبدأ الخطة الجاية. بس حاسة ان اللي هنعمله مقلب قوي. مفيش حل، لازم نعلمها الأدب. من شوية شفت كرالاين بتضايق البنات اللي جايين بالمنح، وقالت لهم كلام يجرح جدا لدرجة إن هم خلتهم يعيطوا. هي مش فارق معاها انها تجرح مشاعر الناس، علشان كده لازم ندوقها من نفس الكاس، لازم نرد عليها بنفس طريقتها. ماما ممكن نروح مع سما للبارك؟ طيب يا حبيبتي لو عايزة أنا ممكن أروح معاكي. لا يا ماما ارتاحي، كمان البارك قريب من هنا، يعني هنروح نلعب شوية. تمام بس ما تتأخروش من فضلكم. أكيد يا ماما، شكرا إنك سمحتيلي أخرج. مش بحب أكدب على أهلي وأنا زعلانة أوي من نفسي. كله هينتهي قريب، وكالورين مش هتضايق حد تاني، يعني كل كدبنا هيتمسح. بما ان انا الولد المشاغب هعملها لوحدي. لكن أنا ممكن أساعدك. لا استنى. ايه ده؟ ايه اللي حصل لشعرك؟ مفيش غيرهم، النكرات دخلوا بيتي وهم اللي عملوا فيا كده. يعني انتي متأكدة ان هم اللي قصوا شعرك؟ ايوه انا شفت الكاميرات بتاعة البيت، والولد المشاغب هو اللي دخل وقص شعري، لكن هيشوفوا نتيجة اللي عملوه ده. طيب هتقولي لأهلك ايه؟ لازم تعرفيهم علشان يتكلموا الشرطة علشان يعرفوا يتصرفوا مع الولد ده. لا انا هروح اكلم المدير علشان اطلب منه ان هو يطرد الولد ده من المدرسة، ولو ما عملش كده هقول له ان انا هتكلم اهلي ويتدخلوا ويستعملوا نفوذهم علشان يطردوه ويجيبوا مدير جديد للمدرسة. بتضحكي على
يلا امشي من هنا. ما كنتش متخيلة ان انا هكون مسخرة قدام الكل. ما كنتش اتخيل ان الولد المشاغب ممكن يقص شعرك علشان الكل يضحك عليكي. ده بيعمل كده علشان ينتقم. بس هو مش لوحده، البنت النرد واللي معاها كمان. انتي تقصدي رنا؟ ايوه، انا هنتقم منها على رواقها، بس بعد ما اخلص من كريم واخليه يطرد من المدرسة. طيب وانتي هتكلمي المدير امتى؟ هتقولي له النهارده؟ ايوه هكلمه النهارده. طيب وهتعملي ايه لو المدير كلم اهلك علشان يتكلم بخصوص مشكلتك مع كريم؟ هو عارف ان بابا وماما مش هيردوا على التليفون بتاعهم. ده صحيح، بعد الطلاق اللي حصل انتي حليتي كل مشاكلك لوحدك. بس اسكتي، ما تتكلميش عن طلاق اهلي، ممكن حد يسمعنا. صح، لازم نخلي السر ده لينا، ما ينفعش اي حد يعرفه. رايحة فين يا كالورين؟ انا هروح اكلم المدير علشان يطردوك من المدرسة دي. هو انت فاكر ان انت هتقف في طريقي؟ بس انت ما تعرفنيش كويس. انت لازم توقفي كل اللي انت بتعمليه ده، الطلاب يستاهل الاحترام، وكريم كمان لازم يفضل في المدرسة ويكمل. ما تتدخليش في اللي ملوش علاقة بيكي، انت هتكوني اللي بعده، استني عليا. لو اتكلمتي مع المدير عشان تطردي كريم هقول كل في المدرسة ان البنت اللي عندها الشعبية دي كلها اهلها متطلقين. احنا عارفين ان انت بتكدبي لما بتقولي ان عندك عيلة مثالية وان اهلك بيحبوا بعض. ايه ده؟ انتوا ازاي عرفتوا ده عن اهلي؟ احنا بس عايزينك توقفي عن الاهانة بقية الطلاب بكلامك ده، ما تتدخليش في حياتنا تاني. طيب ولو ما وافقتش؟ هنقول لكل الناس في المدرسة ان انت كدابة وان اهلك متطلقين. من فضلكم ما تعملوش كده، ده هيخلينا اتحرج قدام الكل، خصوصا قدام الاغنياء اللي زيي. يعني شايفة ان هما هيضايقوكي؟ ايوه هكون مسخرة قدامهم، وانا ما اقدرش اسمح بده ابدا. طيب خلاص، يبقى سيبونا في حالنا، ما تتكلميش مع المدير عشان يطرد كريم. طيب تمام، انا هعمل كده، بس محدش فيكم يفكر يقول حاجة عن عيلتي. طبعا طالما انت هتلتزمي بالاتفاق. اعتقد كده نكون خلصنا، هي مش هتضايقنا تاني. انتوا كويسين يا ولاد؟ في اي حاجة بتحصل معاكوا؟ تمام، كله هيمشي تمام من دلوقتي.